مما لا شك فيه إن سعر اللحمة غليت، وعشان كده لما نجيب لحمة يبقى لازم نعملها بطريقة رهيبة. وأوعدكم إن الطريقة دي كل اللي هياكل اللحمة بيها بجد كله هيسألك عاملاها ازاي. جبت الكبة، حطيت فيها البصل والفلفل الأحمر، ربع فلفلاية، ما عندكيش عادي جدا ممكن تستبدليها بفلفل أخضر، وشوية بقدونس، حاجة بسيطة، حزمة قد اللي انت شفتيها دي، يعني اللي هو تقريبا تلت حزمة أو حاجة. وضربت الكلام ده كله في الكبة فرم ناعم، يكاد يكون عامل زي ما تعملوا مثلا الدقوس أو الهريسة، حاجة ناعمة خالص. جبت الطاجن بتاعي وحطيت نص كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة الدهن العادية، وهحط الخليط بتاع الخضار عليها. لو بتحبي الحاجة سبايسي ممكن تحطي كمان قرن فلفل شطة في الكبة مع الحاجات دي، ملح وفلفل اسود وبابريكا وبودرة بصل، معلقة صغيرة من كل حاجة. عجنت لمدة 5 دقايق يا جماعة، انا هنا مسرعة الفيديو بس انا عجنت لمدة 5 دقايق لغاية ما الخضار نفسه بدأ يطلع ميته كده، وحسيت ان اللحمة بدأت تميمي، ورحت حطيت معلقتين كبار من البقسماط. المية بتاعت الخضار دي مهمة جدا لطعم اللحمة، لان فعلا بتفرق جدا، يعني ان الميه لما كانك بتتبليها، عارفين الاحساس ده. المهم بعد ما عجنتها تاني مع البقسماط عملت دايره في الوسط كده، وحطيت ورقه فويل، كل ده وهي نيه، وحطيت فحمه وشويه زيت وغطي بسرعه، وسبتها بقى ورحت على البوتاجاز. جبت بصلايه مفرومه كبيره كده حلوه وشوحتها، وبعدين حطيت عليها قرن فلفل شطه. مش بتحبي الفلفل الشطه مفيش مشاكل خالص، ممكن تستبدليه بفلفل اخضر عادي. الفلفل والله بيفرق جدا في الحاجات دي. المهم شوحته شويه ونزلت بنص طماطمايه، عايزه تحطي طماطمايه كامله عادي مفيش مشاكل. انا هنا اللي هيفرق معايا البابريكا، هي اللي هتدي لون جميل جدا، هي ومعجون الطماطم. حطيت معلقتين معجون طماطم، ومعلقه صغيره من السكر، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومكعب مرقه، مش هحط ملح خالص. قلبت الكلام ده كله مع بعضه لغايه ما بدأ، شايفين في تسبيكه كده بدأت تظهر على الوجه. رحت حطيت بقى الشوربه بتاعتي وسبتها بقى على الهادي خالص تتسبك براحتها، ورحت رجعت تاني للحمه. كانت خدت بقى ريحه الفحم، الريحه رهيبه رهيبه يا جماعه، مع ريحه الخضار اللي في اللحمه تحفه. بدأت اكورها بالمنظر ده لكرات متساويه. وخلوا بالكم احنا هنرجع تاني للفحم وهقول لكم ليه. خلصت الكمية كلها، شايفين اصلا الفلفل الاحمر شكله عامل ازاي في الكرات، تحفة جدا. هاخدها واديها صدمة في شوية زيت كده. بالمناسبة انا البصل حمرته في الزيت المتبقي من الكرات دي، اهو منه يدي الصوص طعم، ومنه يبقى نوع من انواع التوفير يعني. تمام. خدت بقى اللون الحلو ده وشلتها وحطيتها في الطاجن ده. وقبل ما احط الصلصه يا جماعه كنت اديتها ريحه فحم تاني، يعني عملت نفس اللي انا عملته قبل كده، ونزلت عليها بالصوص الحلو ده وهزيته كده عشان يبقى من تحت ومن فوق وكل حته، وبعدين دخلته الفرن. تعالوا بقى اوريكم البابريكا عملت ايه. شايفين اللون ده يا جماعه؟ لون البابريكا، احنا ما حطيناش تقريبا طماطم، ومعجون الطماطم ما يعملش اللون ده. رهيب رهيب، الريحه تحفه، وريحه الفحم مع الصوص. لا يا جماعه، شويه رز بسمتي ابيض زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى، والله رهيبه، جربوها هتعجبكم بجد، تحفه.